بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ كلنا نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونذكر الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. وقبل أي حاجة ندعي لأخوتنا في فلسطين وغزة ولبنان والسودان وجميع الدول العربية، اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر، اللهم آمين. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم برجر اللحمة. برجر اللحمة بطعم وسر وريحة المطاعم الغالية، بدون إضافة فول صويا وبدون أي إضافات ملهاش لازمة خالص. احنا بنعمل كل حاجة كويسة علشان خاطر ولادنا وصحة ولادنا. ربنا يبارك لنا جميعا في أولادنا، اللهم آمين. أنا دلوقتي معايا نص كيلو لحمة مفرومة، ومعايا معلقتين كبار فيجيتار ومعلقتين بصمات. هبدأ أضيفهم على اللحمة، ومعايا توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل وحبة بيكنج باودر. هي ديت كل مقاديري فقط لا غير. برجر مطاعم اللي البرجراية الواحدة منه بالشيء الفلاني، لا انت تقدري تعملي ب8 قطعتين، النص كيلو اللحمة ب8 قطعتين هتجيبهم وتعملهم. انا نسيت اقول لكم ان انا نسيت البيضة وضفت بعد ما قطعتها. انا معايا بهاراتي اللي هي السر يعني بتاعي، هو مش سر قوي بس يعني في اضافة انا بضيفها يعني قليل لما ناس بتضيفها. اول حاجة معايا ربع فنجان صغير زيت او تلت فنجان، كان المفروض ان انا احط منه معلقتين بس كتري كتري ما تستخسريش. ومعايا توم باودر بصل باودر مرقة دجاج ملح فلفل بهارات شاورما بهارات فراخ. والسر بقى اللي انا بضيفه واللي قليل برضو واللي قليل زي بيضيفوه هو الزعتر السوري. الزعتر السوري دوت بيجي يعني بتحويجته بحاجته. ناس سوريين مخصوص اللي انت بتشتريهم منه. بعد ما بقلبهم كويس جدا مع بعض، انا في مكون كمان انا لسه هضيفه معاكم. برضو في ناس ما بتحطوش الا قليل، يعني في ناس في لي بدايل وانا هقول لكم البدايل بتاعته. دلوقتي هروح على طول على النار، لان زي ما قلت لحضراتكم ان انا كنت مستعجله وعايزه ابدا على طول. انا معايا 3/4 كوبايه قهوه ملانه لبن او حليب. يعني هو قليل اللي برضو بيضيفوا اللبن، الأغلبية بيضيفوا زبادي، بس أنا بحبها بصراحة باللبن أكتر. يعني أنا جربت ده وجربت ده، حبيت اللبن أكتر. الزبادي بحس إن هي بيبقى فيها سنة لسعة كده لسعة حموضة بسيطة لما بتضاف على النار. دلوقتي طبعا أنا سخنت الطاسة معايا، الطاسة فاضية ما فيهاش أي حاجة خالص، ما فيهاش أي مادة دهنية، ما فيش فيها. تحفة، يا رب تجربوها ويا رب يحسن ما بين ايديكم جميعا، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة. هبدأ ان انا اجهز بقى بعد كده معاكم السندوتشات. وطبعا على ما احنا هنجهز السندوتشات هبدأ اقول لكم المعلومة بتاعت كل فيديو بإذن الله مع بعض. هل تعلموا أن عدد الأعوام بين سيدنا آدم عليه السلام وسيدنا نوح عليه السلام 10 قرون؟ وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الكريم: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم قوي يعني من دون ذكر أسماء مطاعم. أنا ابني نفسه لما بيشوفني عاملة له الصينية دي بيفرح أوي أوي أوي، ويقعد يقول لي صينية فلان من غير ذكر أسماء. طبعا بتجرنيش بقى الأكل، حببيهم في كل حاجة انت بتعمليها. بعد ما خلصت هنبدأ ممكن تعملي في سندوتشات، وممكن تبقى كده للاكل على طول. انا بصراحه حطيت كده على طول ان انا اصلا كنت بعمل وانا مستعجله وبجري علشان الحق اخلص دوت الليفت بتاعي بعد ما اتملح. احنا طبعا كنا قربنا نخلصه واتملح تمليح تمام. ارجعوا الفيديو الليفت واعملوه بطريقتي والله ما هتندموا.
وعملت حبة سلطة وطبعا عيش، والحمد لله. وكده انا خلصت الوصفة بتاعتي. بتمنى ان انتوا تجربوها. استودعكم الله، دمتم في رعاية الله، مع الف سلامة. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. علشان ما تفكش منك لو انت حطيتها على الجنب التاني. خلصت الكمية كلها بنفس الطريقة، حمصتها حلو اهو زي ما انتوا شايفين. إيه، وده طبعا معايا ايه، اتفضل معايا بطاطس. إيه، انا ضفته بقى في الطاجن ده، بنتي بتحبه قوي، بحب اعمله لها كل مرة بعمل بيه كده. بقطع على البطاطس قطع ستريبس، وابدا اضيف لها إيه الصوص اللي هي بتحبه. طبعا الصوص دوت اختياري، انت تقدري تضيفي كل اللي انت حباه. هي كانت حابه ان انا اضيف لها كاتشب ومايونيز، وانا فعلا عملته لها. بس في اوقات تانية بعمله بصوص الجبنه. هبقى اعمل معاكم برضو صوص الجبنه، وهعمل معاكم نفس الطاجن ده باذن الله، وهوريه لكم الوصفه ايه كامله. جربوها مش هتندموا، بتبقى جميله جدا وولادنا بيحبوها. ممكن تعمليه في الطواجن الصغيره، وتعملي لكل واحد الطاجن بتاعه بالصوص اللي هو بيحبه. برضه هتبقى فكره حلوه، وهيحبوا هيحبوا الحاجات ديت. وكله علشان خاطر ولادنا، ربنا يبارك لنا فيهم يا رب جميعا، اللهم امين. بعد ما خلصت اهوتي، وديت السندوتشات اهيت خلصتها معاكم. جربوا الوصفه مش هتندموا، ولادك هيحبوها وهيطلبوها منك على طول. بس ما تبقيش شدة عليا ان هم بيطلبوها منك دايما وباستمرار. اهي بعد ما خلصت شايفين، بصراحة كان طعمها خطير، والعيش برضو ما كانش وحش، كان طعمه خطير قوي. آه، جربوها وادعوا لي دعوة حلوة في التعليقات. استودعكم الله، دمتم في رعاية الله، مع ألف سلامة. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. مع ألف سلامة. تراث أمهاتنا وأجدادنا، ربنا يبارك في اللي موجودين ويرحم المتوفين. الله، تحفة، طعمها جميل قوي. ايه رأيكم بقى؟ استنوا بقى ما اوريكم كنا بناكلها ازاي. شوفوا بقى، مع عيش ناشف كده، جيبيه كده اهو، كسريه كده اهو، كسري العيش الناشف. شايفين بقى؟ وتقوم عاملاها كده، تاخدي بقى من كل اللي موجود في قلب الطبق. الله، تمام، جربوها وباذن الله تعجبكم وتفتكروا بها زمان. واللي كان عارف الاكله دي يكتب لي في التعليقات عليها. استودعكم الله، دمتم في رعايه الله، مع الف سلامه. وما تنسوش تعملوا الاشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. دمتم في رعايه الله.